هو انتوا مش بتقولوا الكوره كانت زمان سهله؟ ايه بقى حوار طرق اللعب و3 5 2 و4 4 2 ووجع القلب ده؟ ما احسن 11 ينزلوا يلعبوا خلاص. هو الدين بيقول ايه؟ تعالى بقى اقول لك مين اخترع طرق اللعب اصلا. من اول ما قالوا يا كوره في القرن ال19 وهي كانت طريقه لعب واحده بس كله بيلعب بيها، 1 1 8 زي ما انت سمعت كده بالظبط، مدافع واحد وخط نص واحد و8 مهاجمين. لا باصات بقى ولا كور عرضيه ولا وجع القلب ده، هم 8 قدام بيحنكشوا على الله. اوائل القرن ال20 بقى الموضوع اتطور شويه، استحدثوا طريقه لعب كده اللي هي 2 3 5 ودي اول ما استخدمها الانجليز، واشتقوا بقى منها طرق زي 2 2 6 و1 2 7. انا عارف ان الكلام صعب على ودانك بس والله ده اللي كان بيحصل. لحد في الثلاثينات بقى ما جالنا مدرب ارسنال جراهام تشامبان قال لك يا باشا احنا هنعمل طريقه لعب جديده 3 2 2 3. عايز اقول لك الطريقه دي انتشرت في العالم بشكل كبير جدا، كل الفرق حرفيا كانت بتستخدمها حتى في كاس العالم 1950. كل الفرق استخدمتها ما عدا اورجواي وهي اللي كسبت البطوله. كل فتره بقى قوانين الكوره كانت بتتغير وبتبقى في صالح المهاجمين اكتر، فكل فتره برضو كانوا بيخلوا لا الموضوع كده مش هينفع، العبط الهجومي اللي احنا شغالين فيه ده لازم يتلغى، لازم يبقى فيه انضباط دفاعي شويه، زي ايطاليا اللي خدت 2 كاس عالم بطريقه لعب واحده 2 3 2 3. واخد بالك ان كل شويه عدد المهاجمين بيقل وعدد المدافعين بيزيد، لحد ما جت البرازيل في كاس العالم 58 واستخدموا طريقه جديده خالص 4 2 4 وخدوا بيها كاس العالم 58 وكمان كرروها في كاس العالم 70 وخدوا كاس العالم برضه. في الستينات بقى انجلترا لعبت بطريقه شيك شويه وهي 4 3 3 وخدوا بيها كاس العالم الوحيد في تاريخهم. في كاس العالم 90 بقى المانيا الغربيه لعبت بطريقه 3 5 2، ايوه هي بتاعت مانويل جوزيه مع الاهلي، لحد بقى ما وصلنا لكاس العالم 2010 وشفنا بقى طرق اللعب الحديثه 4 3 3 ومشتقاتها 4 2 3 1 والكلام ده كله، عشان لو حد سالك تبقى عارف.